السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. نفسك بقى تعملي كيكة وتطلع معاكي هشة ومرتفعة ولونها فاتح وكمان مظبوطة كده من أول مرة؟ طيب النهاردة هقولك على وصفة كيك بجد مثالية، إن شاء الله هخليكي شاطرة فيها بكل احترافية حتى لو أول مرة هتعمليها. كمان هعملها معاكي بالمية علشان أوريك إن بأبسط المكونات هتعملي أحلى كيكة في الدنيا. هقولك كمان على مكون بسيط خالص هو السر في ارتفاع الكيك، بجد مش هتتوقعيه خالص. هنضيفه كده قبل ما ندخل الكيك الفرن، هيخليها تطلع معاكي عالية ومرتفعة وطعمها بجد في منتهى الجمال. ركزي معايا كويس وتابعيني للنهاية. بس أمان عليكي لو الفيديو عجبك واستفدتي تدعي لوالدتي بالرحمة والمغفرة هي وجميع موتانا. ويلا بينا على الطريقة على طول، بس ما تنسيش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان تحطي لايكات كتير للفيديو علشان يروح لناس تانية كتير. في البداية هتطلعي البيض من التلاجة علشان لازم يكون معاكي بارد. انا هستخدم 3 بيضات حجمهم وسط، يفضل كمان لو تفتحي كل بيضة علشان تتأكدي ان البيض سليم ومفيش واحدة تأثر على الباقي. بعد كده ضيفي على البيض ربع معلقة صغيرة من الملح، بتخلي لون البيض فاتح جدا وكمان هيهش معاكي بسرعة. كمان ضيفي كيسين كده من الفانيليا او ربع معلقة صغيرة لو الفانيليا اللي موجودة سايلة. الكيكة النهاردة بسيطة جدا وممكن نعملها في الخلاط، ولكن انا هستخدم الهاند بلندر علشان الطريقة تكون واضحة ليكي. كمان ممكن تستخدمي المضرب السلك اليدوي والنتيجة هتكون ممتازة. اهم حاجة انك لازم تخفقي البيض كويس جدا لحد ما يكون فقاعات هواء على الوش، والملح كمان اللي ضفناه هيساعد ان البيض يبقى هش ويعمل فوم على الوش، وده كمان اللي بيخلي الكيكة تكون خفيفة وتعلى اكتر، فما تستغنيش خالص عن خطوة الملح. طيب بعد كده زودي على البيض كوباية وربع من السكر الحبيبات، بس اختاري سكر يكون لونه فاتح لانه بيأثر جدا على لون الكيك. هنزل كده بكوباية في الاول وبعدين هنزود ربع كوباية. طيب اخلطي بقى السكر مع البيض كويس جدا لحد ما يختفي تماما، ويمكن دي اهم خطوة علشان الكيكة تطلع معاكي خفيفة ومش مكتومة. عايزة اقولك ان لو السكر ما دابش كويس الكيكة بتاعتك هتطلع مكتومة، وكمان في نفس الوقت هتلاقي وشها ملزق، فخدي وقتك في الخطوة دي وما تستعجليش فيها. طيب بعد كده ضيفي بقى كوباية الا ربع من الزيت بالتدريج بنفس الكوباية اللي عايرتي بيها السكر، علشان لازم تعايري كل المكونات بكوباية واحدة. انا استخدمت المج او الكوباية اللي موجودة عندنا كلنا في المطبخ، بس انزلي كده بالزيت واحدة واحدة علشان قوام الخليط يتقل وتلاقيه بقى ناعم خالص. وبس كده زودي بقى على الخليط معلقة كبيرة كده من الخل بالشكل ده، وكمان معلقتين كبار من الزبادي، واخلطيهم بقى مع بعض كويس جدا. طيب لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو بتمنى تنزلي تحت في التعليقات وما تنسيش الكومنت القمر اللي هنصلي بيه على الرسول علشان كلنا ناخد الاجر والثواب مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طيب بعد كده بقى هنضيف المكونات الجافة طبعا بنفس المعيار اللي استخدمناه للمكونات السايلة. في الاول كده هتعايري اول كوباية من غير بقى ما تضغطي على الدقيق علشان ما تزوديش كمية الدقيق والكمية تطلع معاكي مكتومة. وضروري تعدي الدقيق على مصفى سلك علشان الهواء اللي في الدقيق هو اللي هيساعد الكيكه انها تطلع هشه، وكمان ما يهبطش الخليط. ما تضيفيش بقى الدقيق مره واحده علشان ما يهبطش معاكي الخليط. قلبي كده الكوبايه الاولى بشكل هادي وفي اتجاه واحد. اول بقى ما يختفي الدقيق انزلي بالكميه الباقيه على طول وبرده نخليها هي كمان. زودتي كمان كوبايه ونص، يعني في النهايه هتستخدمي كوبايتين ونص من الدقيق. قلبي بقى الخليط كويس ويكون في اتجاه واحد، يعني ما تقلبيش بطريقه عشوائيه لحد بقى ما القوام يبقى ناعم ومتماسك وتقيل في نفس الوقت، وتلاقي الدقيق اختفى تماما. هتلاحظي بقى في الوقت ده ان القوام بقى تقيل قوي زياده عن اللزوم. طيب في الوقت ده ما تقلقيش خالص، طبعا هتكوني محضره كوبايه من الميه المغليه، بس انزلي بيها كده شويه بشويه في البدايه. هتحسي بقى في البدايه ان الخليط تقيل قوي وبقى قوامه يعني سميك جدا. مع التقليب المستمر هتلاقيه بقى سلس وناعم بالشكل ده. عايزه اقولك ما تقلقيش، كمان الميه المغليه مش هتسوي البيض ولا اي حاجه علشان احنا حاطينها في الاخر وده جزء كبير من التسويه. كمان الميه المغليه بتساعد على توزيع الحراره، وده هيخليكي تضمني ان الكيكه بتاعتك تطلع خفيفه وعاليه زي ما بتحبي، لان الميه المغليه بتنشط من تفاعل المكونات. معلقتين الزبادي كمان اللي ضفناهم هيساعدوا الكيكة انها تكون طرية جدا وفي نفس الوقت طعمها في منتهى الجمال، وبيخلوا القوام كريمي زي ما انت شايفة بالشكل ده. طيب نيجي بقى للمكون السحري اللي هينقل الكيك في حتة تانية خالص وهيخليها كده تطير معاكي جوه الفرن.
ضيفي كده معلقتين كبار من النشا وكمان كيس من البيكنج باودر او الكيك شيف، وانزلي بقى بعصير نص ليمونة كده على الكيك شيف. هتلاقيها في الوقت ده عملت فوران على طول بالشكل ده. وده بقى السر اللي هيخلي الكيكة ترتفع بشكل مثالي. متقلقيش طعم الليمون مش هيبان نهائيا، لان جالي سؤال كتير. عايزة اقول لكم ان بجد ما بيكونش ليه اي اثر، هو بس بيساعد على تنشيط البيكنج باودر، وكمان اضافة النشا بتخلي الكيكة ناعمة زي الحليب. اخلطي بقى المكونات كلها كويس لحد ما يبقى القوام ناعم زي الكريمة، والدقيق ما يكونش ليه اي اثر. وعايزة اقولك لو هتستخدمي بيكنج باودر ما تضيفيش الكيس كله، كفاية معلقة واحدة بس. ده بقى القوام المظبوط، بيكون متماسك كده، لا هو تقيل قوي ولا خفيف زيادة عن اللزوم. قلبي بقى كده بمعلقة وبسباتيول لحد ما تتأكدي ان مفيش اي دقيق جوه الخليط. طيب استخدمي بقى على المقدار ده على طول صينية كده تكون متوسطة الحجم، واهم حاجة انك لازم تدهنيها كويس قوي. ادهنيها بقى بحتة سمنة او زبدة كده من الجوانب، المهم انك تدهنيها من كل مكان علشان تعرفي كمان تقلبيها بكل سهولة، وكمان تديكي لون ذهبي جميل زي اللي شفناه في اول الفيديو. طيب بعد بقى ما تدهنيها بحتة سمنة، رشيها بقى بشوية دقيق بالشكل ده، ولفي بقى الصينية كده في كل مكان علشان تتبطن كويس. وفي الاخر بقى نفضي الدقيق الزيادة اللي موجود فيها. اهم خطوة بقى قبل ما تصبي الخليط في الصينية انك تروحي تشغلي الفرن على طول علشان يسخن، واوعي طبعا تسخنيه من بدري او تسيبيه مولع فترة طويلة. والله العظيم يا جماعة غلط جدا، انا بستغرب بجد من اللي بيعملوا كده. سخني الفرن بتاعك قبلها بحاجة بسيطة خالص، وهقولك ليه والكيكة بتستوي. صبي بقى الخليط في الصينية بالشكل ده، ما شاء الله قوامه مظبوط جدا. بس كده خبطي بقى شوية خبطات كده بسيطة علشان يعني كل الفقاعات اللي كانت موجودة تتوزع، واستخدمي بقى عود الشيش طاووق او السكينة علشان توزعي الهواء كده بشكل متساوي. الكيكة كمان ما تطلعش عالية معاكي من جنب واطية من الجنب التاني. اظن شفتوا فقاعات الهواء ما شاء الله كانت مالية الكيك وعاملة ازاي. دخلي بقى الكيكة بتاعتك في الرف اللي في النص، وشغلي الفرن بتاعك من تحت بس، ووطي درجة الحرارة على 170 بس في أول 5 دقايق، يعني خليها على 190 درجة، وبعد ال5 دقايق ما يعدوا وطيها على 170 درجة، وافتكري انك مشغلة الفرن من شوية بسيطة. ودي أهم خطوة في التسوية، علشان الفرن لو سخن من بدري الكيكة أول ما هتدخل الفرن هتعلى معاكي بسرعة مرة واحدة كده، هتلاقيها هبطت منك لأنها هتاخد صدمة حرارة. فشغلي الفرن كده معاها بهدوء من الأول، وسيبيها بقى تاخد وقتها. صدقيني لو مشيتي على الخطوات دي النتيجة بجد هتبهرك. ما شاء الله فقاعات الهواء كانت مالية الوش، وده بقى اللي بيخلي الكيكة تعلى وتبقى بالشكل ده. هتقعد معاكي في الفرن حوالي 45 أو 50 دقيقة، وده طبعا على حسب درجة حرارة الفرن بتاعك. أنا أخدت معايا 50 دقيقة واختبرتها بخلة. ما شاء الله كده الخلة يعني طلعت معايا نظيفة، تبقى كده مستوية ومظبوطة 100%. أخدت اللون التحفة ده لوحدها، من غير بقى ما أشغل الشواية. لو حسيتي ان وش الكيكة محتاج لون شغلي الشواية في اخر دقيقتين بس تكون تحت عينيكي، لان الشواية بتحمر الوش بسرعة جدا. واهم خطوة بقى لما تخلصي تسوية، واربي باب الفرن وسيبيها تهدى شوية، علشان لو خرجتيها على طول هتاخد هوا بارد فجأة وتهبط منك ويروح كل الارتفاع والطراوة الجميلة دي. حرفيا طراوتها بجد مش طبيعية، وريحتها بجد حاجة كده، يعني بجد نفسي كلكم تشموها. طبعا سيبيها تهدى شوية علشان تعرفي تقلبيها، بس في الأول سلكيها كده من الجناب ومن النص، وبعدين اقلبيها على طول. اللهم بارك بجد، يعني اتقلبت معايا بمنتهى السهولة. بجد عملاقة وجميلة، وكمان يعني عايزة اقولك ان التصوير كمان ظالمها. ما شاء الله واخدة لون ذهبي موحد تحفة، وكأنها بجد يعني كيكة اسفنجية. يعني كمان ممكن تزينيها وتعامليها معاملة التورتة، لكن انا هنا دلعتها كده بشوية من الفستق الكداب. ان شاء الله الطريقة كده هتنزل لكم على طول. هزينها كده بقى بشوية من على الوش، لان طبعا العين بتاكل قبل البق. ما شاء الله كمان يعني الفستق الكداب ده بجد هيعجبكم قوي، وطريقته سهلة خالص وكمان مش مكلف ابدا. تعالوا بقى اوريكي كده شكلها من جوه. ما شاء الله زي ما انت شايفة لونها فاتح جدا وهشة وطرية وناعمة، ويعني حاجة بجد تفرح القلب. عايزة اقولك ان طعمها وريحتها بجد غاية في الجمال. نفسي بجد كلكم تجربوها وتشوفوا النتيجة، وصدقيني في كل مرة هتعمليها هتنبهري بالنتيجة وهتدعيلي عليها زي ما دعيتولي على وصفات الكيك اللي قبل كده. اللهم لك الحمد، جالي كمية دعوات بجد تفرح القلب. شكرا جدا على دعواتكم وعلى ثقتكم. اكيد طبعا مستنياكم تجربوها كالعادة، وترجعوا تكتبولي على الطعم والريحة. شايفين قد ايه بقى هشة واسفنجية وطرية وجميلة. ما تنسيش بقى لو الفيديو عجبك تدعي لوالدتي بالرحمة،
تحطي لايك للفيديو وتشتركي في القناة علشان توصلك كل وصفاتي وتشوفيني على طول. أسيبكم في حفظ الله وأقول لكم مع السلامة.